أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. تنسيق الجهود لتنفيذ البرامج في جنوب البحر الأحمر. نفير لصيانة البنية التحتية الزراعية في إمبيرامي. جهود لإنجاح التشجير في بارنتو. مسلح يهاجم متجرا في فرنسا ويقتل 3 أشخاص. ترامب يوقع قانونا للإنفاق يتفادى إغلاق الحكومة. وبيونغ يانغ توافق على محادثات بين الكوريتين في الأسبوع المقبل. إلى التفاصيل. أهلا بكم. وجهت دعوة لتعزيز تنسيق جميع المؤسسات لتنفيذ البرامج الموضوعة خاصة الصحية والرعاية الاجتماعية. وأوضحت وزيرة الصحة السيدة آمنة نور حسين في الاجتماع الذي عقد في مدينة عصب في 21 من مارس أن النضال الجاري لتقوية كافة جوانب مشاركة المرأة بالتصدي للتحديات الاجتماعية والثقافية ليس ملؤوس مسؤولية جهة بعينها بل المجتمع عامة. وأشارت إلى وضع خطة عمل مشتركة بهيكلية تتمحور من الإقليم إلى القرى ووضوح المهام والدور. ودعت للاهتمام الكبير بالعادات التي لم تمنح الاهتمام من قبل والمسببة لأضرار صحية مثل الحجامة وإزالة اللحى وعادات أخرى. من جانبها أوضحت وزير العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول جبر آب أن نتائج ملموسة يمكن تحقيقها نتيجة الوعي المكتسب من الجهود الحسيسة التي بذلت قبل وبعد الاستقلال وبرنامج العمل الذي تم إطلاقه حاليا. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في ختام الاجتماع قال إن جهودا لا يستهان بها قد نفذت في الإقليم لإزالة التحديات الاجتماعية والثقافية المعيقة لتطور المرأة والتي تسبب لها المشاكل الصحية، غير أن المهمة لا زالت تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل، داعيا الجهات المختصة لتقوية التنسيق للدفع بالمهام المشتركة التي بدأت في هذا المجال. قيم مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي أنشطته في اجتماع عقده يومي 19 و20 من مارس وبحث القضايا المساعدة لحل القصور والدفع بالمميزات. وأشار التقرير إلى نجاح 81% من الطلاب البالغ عددهم أكثر من 200,000 في الامتحانات نصف السنوية، وشدد على وجوب العمل بالاهتمام لاستخدام تقنية الكمبيوتر في المدارس والتأهيل الداعم لمهنة المعلمين لتحقيق مزيد من الإنجازات. ونبه التقرير بأن نقص المعلمين وأجهزة الكمبيوتر للتدريس والمعامل والأثاثات المدرسية في معظم المدارس واحتراء الفصول الدراسية يحتاج إلى الاهتمام العاجل. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ هبتزكي كيدانه إن هدر الوقت التعليمي كان من الظواهر المؤثرة سلبا في كفاءة ونتائج الطلاب، داعيا المعلمين للقيام بدورهم المهني لإزالة ضعف الطلاب لتحقيق نتائج مميزة أكثر. وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن التأخير في تكليف المعلمين الجدد ونقص التأهيل التعليمي والبنية التحتية غير المتكاملة في المدارس من التحديات التي تعيق العملية التعليمية ويتوجب تحسينها. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم جبر كروستوس إنه يتوجب الدفع بالجهود المهنية وتفاني المعلمين لبناء التعليم على أساس متين، مؤكدا على عمل إدارة الإقليم لتقوية دور المجتمع. يقوم مزارعو ضاحية إمبيرامي بنفير في ضاحية وغيرو لصيانة البنية التحتية الزراعية التي جرفتها السيول المنحدرة من المرتفعات. وأوضح السكان أن السيول القوية في السنوات الماضية أحدثت أضرارا في الأراضي الزراعية وأنهم يقومون بالنفير لإنجاح المهمة. وقال المدير الإداري لضاحية وغيرو السيد جعفر علي عن وجود أكثر من 100 من الأراضي الزراعية في الضاحية وقد تضرر 80% منها بالسيول مما أثر سلبا على الإنتاج
الإنتاج في السنوات الماضية، مشيدا بمبادرة مزارعي إمبيرامي. وقد أوضحت إدارة مدينة مصوع بتقديم الدعم الآلي لصيانة الأراضي الزراعية في وجيرو. ويقطن وجيرو التي تبعد مسافة 32 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة مصوع نحو 5000 يزاولون الزراعة والرعي. عقدت الشرطة سيمينارات في مدينة كرن لأصحاب الحافلات والورش حول السلامة المرورية وبلدة قلعلو ومدينة أفعبت للأعيان ورجال الدين والمرافق الخدمية والطلاب لمكافحة الجرائم والمخالفات القانونية. وفي السيمينار الذي عقد في مدينة كرن أوضح قائد الشرطة المرور في إقليم عنسبة الرائد تخلة برهان يوهنس أن الحوادث المرورية الناجمة لعدم توخي الحذر تتسبب بخسائر في الأرواح والممتلكات، داعيا السائقين لإبداء المسؤولية. وقال إن عدم منح الأولوية واحترام إشارات المرور والسرعة والقيادة أثناء السكر من أسباب الحوادث، داعيا أصحاب الورش لعدم صيانة السيارات المرتكبة للحوادث دون تصريح واختبار القصة للسيارات المصانة. ودعا قائد الشرطة قلعلو رقيب حسب الله محمد لتقوية دور أولياء الأمور لتوجيه ومراقبة الشباب وتعزيز تعاون الشعب والشرطة لكشف الجناح. وحث مسؤول مكافحة الجرائم في شرطة مديرية أفعبت السيد تدس حدرا الطلاب المشاركة الواعية لمكافحة الجرائم وتقديم الجناح أمام القانون في حال ارتكاب الجرائم. أوضح سكان إيغيرولي بمديرية أراعتا أن الأسر التي تجمعت وجدت فوائد كبيرة لتطور معيشتها وأبنائها. وذكروا بأنهم كانوا يعانون من الحصول على الخدمات الاجتماعية قبل تجمعهم، وقد حلت المشكلة بعد التجمع في إيغيرولي. وأشاروا إلى أن مياه الشرب الصالحة وخدمات التعليم والصحة والمواصلات من الخدمات الاجتماعية الأساسية التي يحصلون عليها، وأن حصول أبنائهم على التعليم في العمر المحدد يعتبر نصرا كبيرا. وقال القائم بإدارة ضاحية إيغيرولا سيد علي إرداتوي أن التجمع القرى المتناثرة مكن من جمع أكثر من 100 أسرة حتى الآن. يقوم مشتل بارونتو بجهود لتنمية الشتول لتعزيز برنامج التشجير. وقال ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم القاش بركة سيد تخستك في مريم أن العمل بدأ في مشتل بارونتو لتنمية حوالي 1,000,000 شتلة 28 نوعا من الأشجار هذا العام مرتبطة ببرنامج التصدي والتنمية. وأشار إلى وجود مراكز شتول في 4 مديريات بالإقليم، ووجود خطة لإقامة مشاتل قريبا في مديريتي كركبت وقلوج. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، قالت السلطات الفرنسية إن مسلحا قتل 3 أشخاص في جنوب غرب البلاد، حيث استولى على سيارة وفتح النار على الشرطة، ثم احتجز رهائن في متجر قبل أن تقتحم قوات الأمن المبنى وتقتله. وأصيب 16 شخصا بينهم 2 جروحهما خطيرة، فيما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه هجوم إرهابي نفذه إسلامي متشدد. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم. وقال ماكرون إن أجهزة الأمن ما زالت تدرس إعلان الدولة الإسلامية مسؤوليتها. وقال ماكرون الذي عاد إلى باريس من بروكسل ليترأس اجتماع أزمة مع وزراء ومسؤولي أمن: أحث المواطنين الفرنسيين على أن يظلوا واعين بالتهديد الإرهابي، وأن يدركوا أيضا القوة والمقاومة التي يظهرها شعبنا في كل مرة يتعرض فيها للهجوم. وأعلنت السلطات هوية المهاجم المنحدر من مدينة كاراكسون، وقتل شخصان عندما هاجم متجرا في بلدة تريب القريبة.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار وافق عليه الكونغرس لتمويل الحكومة حتى 30 من سبتمبر، منهيا حالة من الترقب بعد تهديد مفاجئ لوح به قبل ساعات بأنه سيستخدم الفيتو الرئاسي لنقض الميزانية وإغلاق الحكومة الاتحادية. ورغم هذا التهديد فإنه لم يكن هناك شك يذكر في أن ترامب سيوقع قانون الميزانية قبيل انتهاء مهلة عند منتصف الليل لتفادي توقف عمليات الحكومة. واستخدم ترامب التهديد ليلفت الانتباه إلى استيائه بشأن مسائل الهجرة، رغم أنه قال إن مشروع القانون يتضمن زيادة قدرها 60 مليار دولار في الإنفاق العسكري، وهي واحدة من أهم أولوياته. وينهي التوقيع معركة طويلة للكونغرس من أجل تمويل الوكالات الاتحادية منذ الخريف الماضي، ويسمح للمشرعين الآن بالتركيز على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي ستجري في نوفمبر. وافقت كوريا الشمالية على عقد محادثات رفيعة المستوى في الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية لمناقشة المسائل اللوجستية من أجل عقد قمة نادرة بين الكوريتين بحسب ما ذكرت وكالة التوحيد الكورية الجنوبية. وسترسل كل من الكوريتين وفدا يضم 3 أعضاء إلى قرية بانجومون الحدودية لإجراء محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لعقد قمة بين الكوريتين في أواخر أبريل وفق ما أوضحت الوزارة. واقترحت سيول أن تتم المحادثات في جناح التوحيد الموجود في الجزء الشمالي من بانجومون. والقمة المقررة بين الكوريتين في أواخر أبريل قد يعقبها اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وجها لوجه. والثلاثاء أعلنت واشنطن وسيول أن مناوراتهما العسكرية المشتركة ستستأنف الشهر المقبل، لكن التدريبات الأساسية ستختصر لمدة شهر في خطوة تبرز الانفراج الدبلوماسي حول المناورات التي طالما أثارت غضب بيونغ يانغ. قال مسؤولون إن أكثر من 150 حوتا كانت قد جنحت إلى شاطئ في ولاية أستراليا الغربية نفقت جميعها باستثناء 6، وذلك رغم جهود من السلطات ومرتادي الشاطئ لإنقاذها. وجنحت هذه الحيتان إلى الشاطئ في خليج هاملن على بعد 315 كيلومترا جنوب بيرث عاصمة الولاية بين 22 و 23 من مارس الجاري. وحاولت السلطات وأطباء بيطريون وسكان محليون إنقاذ 15 من هذه الحيتان المهاجرة في المياه الضحلة، ولكن تم النجاح في إعادة 7 فقط منها مرة أخرى إلى المياه. وتم تحذير السكان المحليين والسياح بأهمية البقاء بعيدا عن المياه بسبب احتمال تزايد أسماك القرش التي تجذبها الحيتان النافقة. وتم إغلاق الشاطئ مؤقتا خلال تخلص السلطات من الحيتان النافقة. مشاهدينا الكرام، نعود مع الخبر الرياضي الأخير بعد الفاصل. في النبأ الرياضي الأخير، انتهت المباراة الودية التي جمعت منتخب ألمانيا بمنتخب إسبانيا بالتعادل 1-1 ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم روسيا 2018. وافتتح الماتادور الإسباني التسجيل بواسطة اللاعب روديرغو مورينو، ثم أدرك توماس مولر التعادل للمانشافت. هذا وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز على منتخب مصر ب2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، ومنح محمد صلاح هدف التقدم لمصر. ومع انتهاء الوقت الأصلي للمباراة فاجأ رونالدو الجميع بتسجيله هدفين متتاليين بضربة رأس. وفاز منتخب الأرجنتين على إيطاليا ب2 دون رد، وسجل هدفي الأرجنتين إيفر بانيغا ومانويل لانزيني خلال اللقاء الذي غاب عنه ميسي وأوغيرو. فيما خرج المنتخب الإنجليزي من مباراته الودية أمام مضيفه الهولندي فائزا بهدف وحيد أحرزه لاعب مانشستر يونايتد
جيسي لينغارد. وأهدرت فرنسا تقدمها بهدفين لتخسر 3-2 على أرضها أمام كولومبيا. وتقدمت فرنسا بهدفين بفضل هدفي أوليفي جيرو وتوماس ليمار، لكن لويس موريل قلص الفارق قبل انتهاء الشوط، بينما سجل راداميل فالكو وخوان كينتيرو هدفين لكولومبيا بعد الاستراحة. بينما حقق المنتخب البرازيلي فوزا كبيرا على مضيفه الروسي بثلاثية نظيفة. وتغلب منتخب أوروغواي على نظيره تشيكي بهدفين وقع عليهما النجمين لويس سواريز من ركلة جزاء وإيدنسن كافاني من تسديدة أكروباتية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.